لكن الحازمي يا شيخ رأيك فيه الله يحفظك. والله الحازم يبدو لي أن الرجل ما هو جيد. نعم. لأن الرجل عنده تطرف، عنده تشدد، وعنده تطرف. طيب شيخ يعني مسألة تكفيره للأشاعرة يا شيخ أصاب فيها ومرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء ما حد قال بأنهم، هو عنده تطرف كما قلت، هو عنده نعم. تشدد، عنده أحيانا يعني الرجل ما هو رجل ما هو متزن، ما هو على منهج أهل السنة، يعني ما هو يعني ما هو منضبط يعني. نعم. لكنها لا الشاعرة أظن ما حد بهم ولا شاعرة. شاعرة نعم قال يعني قال من قال من أهل العلم في تكفيرهم، والمفروض ما تثار هذه المسألة، لأن علماءنا لهم اتجاه ولهم يعني ما ولا هو مجمع على تكفيرهم على كل حال. ولا يجر هذا الأمر فيما يبدو إلا فتنة. والعادل هذه كلمة مشهورة الآن. الحازم له أقوال في تكفير العادل يا شيخ. يعني العلماء الذين مثل الجاني أو ربيع وغيره الذين يعني لا يكفرون عباد القبور يقولون بعد قيام الحجة، عند الحازم أمثال هؤلاء كفار. لا أنا قلت لك الرجل متسرع ومتهور، يعني ما هو جيد. نعم. لكن مرجئة الفقهاء هل أحد قال بتكفيرهم من أهل العلم؟ شيخ الإسلام ينقل الإجماع على عدم تكفيرهم. نعم. قال ولا أعلم أحد قال بتكفير مرجئة الفقهاء. راجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم الله يحفظك. أيهما يؤخذ بكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية أو كلام الحازمي المرسل؟ صحيح.